افضل 10 مسلسلات في رمضان 2021، ودي من ضمن سلسله الحلقات. مسلسل نسل الاغراب، اخراج وتاليف محمد سامي، ومن بطوله امير كرارة واحمد السقا ومي عمر ودياب وادوارد واحمد مالك واحمد داش. واللي قصته بتحكي بعد مشاجره حصلت بين عيلتين بيموت فيها اكتر من نص العيلتين، بيتسجن واحد فيهم 20 سنه، وبعد ما بيخرج من السجن بيلاقي العيله التانيه بقت قويه جدا، فبيحاول يوزن الكفه ما بينهم، وبيلاقي ان فرد من العيله التانيه مش كمان متفوق عليه في كل حاجه، لا واتجوز مراته ومربي ابنه. الحاجات الجميله في المسلسل الاداء بتاع احمد السقا. الاداء بتاع السقا يا جماعه مميز جدا، وكان عامل اداء حلو. الاداء اي نعم لا يخلو من الافوره في المسلسل واللي كان شيء سلبي جدا في المسلسل، بس يظل اداء كويس. اكتر اداء جميل في المسلسل هو الاداء بتاع دياب، من اجمل الادوار اللي عملها. فالمسلسل 30 حلقه بس رتم احداثه مش ممل ومسلي نوعا ما. مش افضل مسلسل في رمضان، يمكن العيب بتاعه الوحيد الافوره، واللي كانت في كذا نقطه كتمثيل كقصه، كان في كذا حاجه فيها شويه افوره. لو كانت اتظبطت كان ممكن يبقى من افضل المسلسلات اللي نزلت في اخر كام سنه، او ممكن يبقى افضل مسلسل في 2021. ونروح للمركز التاسع، مسلسل الطاووس، اخراج رؤوف عبد العزيز وتاليف كريم الدليل، ومسلسل من بطوله كمال سليم وسميحه ايوب وسهر الصايغ واحمد فؤاد سليم ورانيا محمود. اللي قصته بتحكي عن جمال المحامي المخضرم اللي مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف بتضطر انه يحقق في احدى قضايا الاغتصاب، واللي بتقلب حياته راسا على عقب. من الحاجات الجميله في المسلسل الاداء بتاع جمال سليم والاداء بتاع سهر الصايغ، وحط تحت سهر الصايغ 100 خط. اداءها جميل جدا في المسلسل ومحليا مسلسل جدا. فالمسلسل رتم احداثه حلو رغم ان هو 30 حلقه، والاداء من كذا ممثل كان جميل جدا، والقصه اللي اتحكت قصه محزنه حقيقي. فعلا مسلسل مؤثر جدا، من افضل المسلسلات اللي نزلت في 2021 ده من غير نقاش. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الثامن، مسلسل ملوك الجدعنة، ومن إخراج أحمد خالد موسى وتأليف عبير سليمان، ومن بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس. واللي قصته بتحكي بعد موت صاحبهم علي بيسرق سفينة أسرية شنطة زاهي العتال واللي بتحتوي على الألماس، وبيبدأ من هنا الصراع بين سفينة أسرية وزاهي العتال. من الحاجات الجميلة في المسلسل الأداء بتاع عمرو سعد، أداؤه جميل جدا ومن أحلى أدواره صراحة. والمسلسل رغم إن هو 30 حلقة بس ما وقعش في فخ المط بتاع رمضان. ونروح للمركز السابع، مسلسل اللي ملوش كبير، اخراج مصطفى فكري وتاليف عمرو محمود ياسين، ومن بطوله ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان. اللي قصته بتحكي عن غزال اللي ابوها بيجبرها انها تتجوز واحد اكبر منها بكتير لان راجل اعمال وغني جدا، وسبب الظروف دي بتخليها قاسيه وقويه تقدر تتعامل مع اللي حواليها، ومع ذلك بتقابل شخص وبتقع في حبه. المسلسل ريتم احداثه جميل جدا رغم ان هو 30 حلقه بس من احسن المسلسلات اللي نزلت في رمضان. والنهايه بتاعت المسلسل كانت جميله جدا، والاداء بتاع ياسمين عبد العزيز حقيقي فعلا مسلسل حلو ويستاهل المشاهده. ومن غير كلام كتير نخش على المركز السادس، مسلسل بين السماء والارض، من اخراج محمد جمال عدل، ومن بطوله هاني سلامه دره وسوسن بدر واحمد بدير ومحمد ثروت ويسرا اللوزي ومحمد لطفي وندى موسى ونجلاء بدر. المسلسل مكون من 15 حلقه، وده خلى رتم احداثه جميل جدا، مش هتحس معاه بقى خالص. والاداء بتاع محمد ثروت من احلى اداء في المسلسل ان لم يكن احلى اداء ليه في تاريخه اصلا. مسلسل جميل جدا وطريقه سردته كانت حلوه ومشوق ويستاهل نتفرج عليه صراحه. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الخامس، مسلسل كوفيد 25، من اخراج احمد نادر كلال ومن تاليف انجي علاء، ومن بطوله يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وهايتن عامر واسلام جمال. مسلسل جميل جدا، واللي قصته بتحكي عن 2025 واللي بينتشر فيها فيروس بيخلي الناس تقتل في بعضها، وبيتعين على طبيب انه يكتشف السر وراء الفيروس اللي بينتشر المؤامره اللي بتحصل يحاول يلاقي له علاج. اي فعلا مسلسل جميل، والقصه اللي اتقدمت مختلفه كعمل مصري، يعني نادر قوي تلاقي عمل زي كده بيتكلم عن قصه زي دي. يمكن العيب فيه الوحيد بالنسبه لي هي النهايه ما كانتش افضل حاجه، بس يظل مسلسل جميل جدا وممتع وريتم احداثه سريع، ومن المسلسلات اللي تستاهل تتفرج عليها. ومن غير كلام كتير نخش على المركز الرابع، مسلسل هجمه مرتده، اخراج احمد علاء الديب وتاليف باهر دويتار، ومن بطوله احمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبد الله. المسلسل بيتناول ملف من ملفات المخابرات المصريه، واللي بتحكي العمليات السريه وبتكشف المخططات تقسيم المنطقه العربيه. مسلسل جميل جدا رغم ان هو 30 حلقه بس مسلي ومش ممل وما وقعش في فخ المط. والاداء بتاع احمد عز جميل وهند صبري برضه نفس الكلام، والكيمياء اللي ما بينهم جميله جدا. مسلسل رتم احداثه حلو وممتع، ومن احلى مسلسلات في رمضان 2021، واللي صراحه اتظلم اعلاميا كتير في السنه دي. ونروح للمركز الثالث، مسلسل المداح، افضل مسلسل في الثلاث اجزاء بتوع المداح، واسرعهم من حيث رتم الاحداث واجملهم من كذا نقطه، واللي من بطوله حماده هلال واحمد بدير ونسرين طافش وخالد سرحان وحنان سليمان، واللي من اخراج
احمد سمير فرج وتاليف امين جمال، اللي قصته بتحكي عن شيخ متدين ومحبوب بيتمكن منه الشيطان، وبسبب انه بيحب بنت بيقتل اهلها. مسلسل جميل جدا ومشوق وما فيهوش مط خالص ولا فيه بطء في الاحداث، رغم ان هو 30 حلقه. من افضل المسلسلات اللي نزلت في اخر كام سنه اصلا. ونروح للمركز الثاني، مسلسل النمر، من اخراج شيرين عادل وتاليف محمد صلاح العزب، ومن بطوله محمد امام وهنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد، واللي قصته بتحكي عن شخص بيهرب من الصعيد وبيتعرض لحادثه بتخليه يفقد الذاكره، وبياخدوا اهل الصيغه وبيربوه معاهم هناك، وبيتنكر في حاجه شخصيه عشان خاطر محدش يعرفه او يعرف الاصل بتاعه. المسلسل رغم ان هو 30 حلقه بس ما وقعش في فخ المط خالص. احسن المسلسلات اللي عالجت النقطه دي كريتم احداث، مش هتحس معاه بملل خالص رغم ان هو 30 حلقه. الاداء التمثيلي كان من اغلب الممثلين كويس جدا، بالاخص محمد امام كان عامل دور حلو، والاداء بتاع بيومي فؤاد عامل الدور بطريقه جميله جدا. بيومي فؤاد في الاداءات الدراميه بالنسبه لي اقوى من الاداءات الكوميديه، رغم ان هو في الكوميدي تقيل جدا برضه. فالمسلسل رتم احداث وكموسيقى وكنهايه وكاغاني برضه في المسلسل كانت جميله جدا. مسلسل من احسن المسلسلات اللي نزلت الفتره الاخيره. ونروح للمركز الاول، العظيم مسلسل لعبة نيوتن، من إخراج تامر محسن وتأليف محمد محسن، ومن بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وآدم الشرقاوي وعائشة بن أحمد، واللي قصته بتحكي عن زوجين بيقرروا إن ابنهم اللي جاي يتولد في أراضي أمريكية عشان خاطر ياخد الجنسية، واللي بسبب كده بيحصل ما بينهم مشاكل كتير وخلافات بتوصلهم لمرحلة إن هي بتهدد علاقتهم وجوازهم. مسلسل جميل جدا من كذا نقطة، الأداء بتاع منى زكي رائع، الأداء بتاع محمد ممدوح، الأداء بتاع محمد فراج، الأداء بتاع آدم الشرقاوي. حقيقي فعلا كان التمثيل كان من اغلب الممثلين كان كويس جدا. وفي مشهد معين في نص المسلسل عظيم، اقوى مشهد في المسلسل كله، لدرجه ان انا حملته بجوده 1080 وبتفرج عليه كل شويه. مسلسل ممتع من كذا حاجه، السيناريو اتكتب فيه بطريقه جميله جدا، التصوير، الاداء التمثيلي، الكيمياء اللي بين ممدوح ومنى زكي، رتم الاحداث رغم ان هو 30 حلقه، النهايه بتاعت المسلسل اخر 10 حلقات في المسلسل بالنسبه لي اقوى 10 حلقات. مسلسل جميل جدا وافضل مسلسل نزل في رمضان 2021 بدون نقاش. شابوه لكل صناع العمل.